السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس اليوم راح أعمل لكم حاجة ممكن تفيدكم صحيا على المدى الطويل. عندي هنا تين مجفف، قطعته يا إما تقطعوا أرباع يا إما أنصاف على حسب حجم القطعة اللي موجودة عندكم. طبعا أنا أستخدمه كل يوم أنا والعائلة، ناخذ ملعقة منه مرة لذيذ. عندي هنا تمر مجدول، تمر المجدول جدا رائع رائع رائع. طبعا أخذت كمية، طبعا تاخذوا الكمية اللي انتم تحبوها، ما يشترط الأمر على كمية محددة. أفصص النواة منها وأقطعها أنصاف. بعد كده أجيب برطمان، أنا طبعا البرطمان حقتي جاهز من قبل وفي كمية من قبل، بس قربت تنتهي حبيت إني أعمل عليها. طبعا أضيف التين مع التمر المجدول، وأضيف له مكسرات أي شيء موجود عندي. أنا عندي هنا مكسرات كاجو ولوز واللي هو عين الجمل أو الجوز، عندي كمان اللي هو الزبيب. أي حاجة ممكن تحطوها تناسب جدا. بعد كذا إذا حابين تعملوا كمان أي نوع من حبة البركة مثلا، عندي كمان هنا بندق، حطيت بندق. أي شيء موجود عندك من أنواع المكسرات والحبوب الصحية ممكن تحطيها وترصيها في البرطمان. وبعد كده نجيب أي نوع زيت زيتون وتحطيه معه. طبعا سبحان الله، هذه الوصفة غنية غنية جدا بفيتامين د، اللي احنا الأغلب أو زي ما يقول الواحد 3/4 النساء يعانين من نقص في فيتامين د. أنا حطيت كمان حبة البركة وحطيت كمان سمسم، يعني أي شيء موجود عندك. كمان حطيت اللي هي بذور القرع، تمام. وأضفت بعدين زيت زيتون، والله أخذ زيت الزيتون العادي اللي هي العلب دي الصغيرة، وصبيت عليها وخليتها 3 أيام. طبعا لازم أغطيها تماما 3 أيام، زي ما يقولوا إيش، تاخذ المواد حقها الأساسية. بعد 3 أيام خلاص نبدأ كل يوم صباحا نستخدم اللي هو 2-3 حبات من التين مع التمر. وشوفين على المدى الطويل واستمراريتك على هذا الأمر كيف مفيد للصحة وللي عندهم خاصة نقص في فيتامين د. جدا رائعة. لم يقل الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز التين والزيتون شيء قليل، إلا لأن فيه الكثير من الفوائد. أنا حبيت أعطي لكم طريقتي الخاصة هذا الوصفة، وأتمنى أن تجربوها وتستخدموها وتعجبكم، وخالص محبتي للجميع.